أحسن 3 جوالات لعبوا بالرقم 7 في التاريخ. في المركز الثالث الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، واللي يعتبر واحد من أفضل المهاجمين في عصره بعد أن أصبح الهداف التاريخي للنادي الباريسي بواقع 168 هدف لحد الآن، وتجاوز بذلك إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش. توج مبابي مع الفرقة الباريسية ب5 ألقاب في الدوري و4 ألقاب في كأس فرنسا والعديد من الألقاب الأخرى، لكن يعتبر الإنجاز الأهم لكيليان مبابي واللي ما نجحش في تحقيقه مع باريس سان جيرمان هو لقب دوري أبطال أوروبا. في المركز الثاني أسطورة من أساطير بايرن ميونخ، واللي شكل مع روبن واحد من أجمل الثنائيات في الفترة الذهبية، الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، واللي سجل مع النادي البافاري 186 هدف، ويعتبر واحد من أفضل اللاعبين اللي ارتدوا الرقم 7 مع نادي بايرن ميونخ. أما صاحب المركز الأول بالبيع عرفتوه الناس الكل، هو غني عن التعريف، صاروخ ماديرا وكابي فونشال، أفضل لاعب في تاريخ البرتغال وريال مدريد كريستيانو رونالدو، واللي يعتبر أيضا واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ. توج بلقب الشامبيونز ليج في 5 مرات، واحدة مع اليونايتد و4 ألقاب مع الريال. كذلك فاز كريستيانو رونالدو ب5 كرات ذهبية في تاريخه. يعتبر أيضا رونالدو هو الهداف التاريخي للشامبيونز ليج بواقع 143 هدف سجلهم طيلة مسيرته الاحترافية. كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب لعب الرقم 7 في تاريخ المستديرة. وانتم مازال تكتبونا في كومنتير شكون أحسن لاعب من وجهة رايك لعب المريول رقم 7 وما ذكرنا شيء.